السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الأعزاء، في هذا الفيديو جديد اليوم كل شيء صابح مقلق وكاعي على مستوى اللي قدم المنتخب الوطني المغربي يوم أمس بملعب مولاي عبد الله بن رباط ضد المنتخب المالي، وكانت النتيجة هي 1-1. وهاد المباراة بينات الوجه الحقيقي ديال المنتخب المغربي، وكنا هذه عام ونص وحنا كنهضروا على الأداء ديال المنتخب الوطني، وكنقولوا بأنه راه المنتخب الوطني الأداء ديالو لا يشرف ولا يبعث بالطمأنينة للجماهير ديال كرة القدم في المغرب، حيت كل شيء كان كينادي بأنه المنتخب الوطني الأداء ديالو ضعيف، لا الصحافة ولا الجماهير ديال كرة القدم. إلا واحد في المغرب اللي كان كيشوف العكس، هو السيد وليد الركراكي. وليد الركراكي اللي تحت ليه واحد الفرصة كبيرة وتعطاتو جميع الإمكانيات، والسيد فوزي القزع وفر ليه جميع اللي كيتمنى وجميع داكشي اللي كيتسنى، تيرانات، كونديسيون كلهم لي كونديسيون كلهم فافورابل باش يدي هاد لاكوب دافريك. الا انه البارح يخلف الوعد مع الجماهير المغربيه، وما زاد الطين بله هو الخروج ديالو من بعد المباراه كيقول بانه هو شاف بزاف ديال الحوايج مزيانين الا الجماهير المغربيه. السيد وليد الركراكي كنعاودو عاوتاني نوجهوا لك واحد النداء اخر. حنا جماهير ديال كرة القدم لعبنا الكرة وشفنا الكرة وعرفنا بانه راه نقطة الضعف ديالك امام المنتخبات الافريقية هو سي سفيان مرابط. سفيان مرابط الله يجازيك بخير، ملي تكون لاعب ضد فروق اللي كتكون راجعه اللور، راه مرابط كيتقل الكرة وكيشدها وكيبدا يلعب في الجناب ديالو كيعرض اولا كيردها لا ديفونس. حنا خصنا واحد اللي يشد الكره ويزيد لقدام. الكره ملي كنا كنقولوا بانه ربيع حريمات راه مزيان في الميليو بلاصه مرابط، على هذا الشيء هذا، حيت مرابط ملي كيشد الكره وكيتقلها كيردها اللور، كيخلي لا ديفونس ديال ليكيب ادفيرس كتقاد وكتوقف وكتمنع عليك الهجمات. حنا المنتخب ديالنا البارح في الشوط الاول كله ما كريا حتى شي اوكازيون، كيوصل لا ديفونس ديالهم وكيرجع الكره. دوزيام ميطا ما تكرياوش بزاف ديال لوزيكازيون. حنا موليتينان خاصنا نكريو بزاف ديال لوزيكازيون ويتماركاو منهم جوج ولا ثلاثه. اختيارات ديال المدرب، اختيارات غير مناسبه، وحتى لي شونجمون اللي دار في دوزيام ميطا ما دارش لي شونجمون اللي كيبعثوا على الاطمئنان. مثلا وناحي ما كانش خصو يخرج، كان خصو يتبدل ليه التموضع ديالو، ما كانش خصو يخرج دياز، لانه بجوجهم هادو هما اللي كانوا كيكريو لي زيسباس وكانوا كيكريو لو جو مع الدراري في الجناب. ما عرفناش شنو شاف وليد من خلال المباراه، من خلال هذوك لي شونجمون. كنسولوا واحد السؤال هنا، شنو هو الدور ديال بن محمود وشنو هو الدور ديال المساعد الثالث هنايا اللي ما كيرجعش عندهم باش يستشر معاهم؟ بالمقابل كنشوفوا مثلا طارق سكيتيوي ملي كان كيبغي يدير شي شونجمون كان كيرجع لعند يوسف حجي وكان كيتشاور معاه قبل ما يدير لي شونجمون. كنشوفوا بانه بزاف ديال التغيرات، هادشي كنا دوينا عليه هذه سنين وسنين، كنهضروا بانه راه السي وليد الركراكي راه ما غاديش بالمنتخب مزيان. لان علاش؟ في لا كوب دي موند كان كيلعب مع فرق كبيره، مثلا اسبانيا، البرتغال، كان مرابط كان كيعاون في الميليو لانه كان كيهرس هذاك لو جو ديال ليكيب ادفيرسير. ولكن حنا دابا لقينا بانه كنلعبوا مثلا مع دول مثلا افريقيا سميتو، كنلقاو بانه كيتقل لينا الهجمات وكيخلي ليكيب ادفيرس كتشد بلاصتها في لا ديفونس وفي الميليو. لهذا السي وليد الركراكي الله يخليك، الا كنتي غادي تلعب في لي ماتش الجايين لعب غير بناء العناوي بوحدو كميليو ديفونسيف، لعبها بناء، لانه هذاك السيد كيهرس لابال، كيهرس لي زوكازيون، كيعرف يلعبها، كيعرف يلعب مع الجنب، يعرف يبينيتري في لاطاك. بالمقابل مرابط ما كيديرش هذا الجو هذا. دونك شنو خصنا حنايا؟ خصنا يلعب وائل وتشوف الميليو الاخرين اللي كيمشيو. مثلا سي ابراهيم دياز ما خصوش يبقى يلعب في لي كونتي، خصو يلعب في الميليو لانه السيد كيرتاح في هذاك لو بوست وكيكري لو جو وكيكري لي زيسباس. خصو يبقى يلعب حدا وناعي في الميليو، وفي الجناب يمشي مثلا السيباري اللي كان ناقص البارح وكان ناقص حتى في البريمير ماتش كان ناقص. السيباري تا هو كيلعب من خلف لي زاتاكون، دونك ما خصوش يلعب. الحاجه المهمه اللي خصنا نعرفوا بانه كاع المدربين في العالم من غير افريقيا حفظوا الركراكي كيفاش كيلعب. والدليل هو ان كرواتيا ملي لعبنا ضدها في الماتش ديال وحتى فرنسا في دومي فينال والماتش ديال الترتيب حاولوا انهم يماركيو علينا في 5 دقائق الاولى، وفعلا داكشي اللي تاتى لهم حنا دخلنا، لانه عرفوا بانه المغرب الخطه ديالو موضوع
مفضوحه، هي انه كيلعب على لا ديفونس وكيلعب على لي كونتر اتاك. والافارقه فهموا هذا الشيء هذا، ولاحظتوا بانه المدرب البلجيكي ديال مالي ملي شاف نصير دخل سد على لي كوتي، لانه عرف بانه غادي يمشيو في الجناب وغادي يبداو يهزوا باش يضرب نصير بالراس. دونك وليد الركراكي انت راك كيتم مفتوح امام بزاف ديال المدربين، حاول تغير من التكتيك ديالك. الا كنتي غادي تلعب حاول انك تماركي في الاول، وباش تماركي في الاول راه ما خصكش تلعب بالمرابط، خصك تلعب بالعناوي بوحدو، وتخلي الدراري اللي كيلعبوا اللي عندهم النزعه الهجوميه اوفونسيفمون يكونوا تيتولير في الماتش، باش يبقاو يمشيو يكريو لي زوكازيون. بحال بن صغير خصو يكون يلعب تيتولير، سفيان الرحيمي خصو يلعب تيتولير وتلعب لو جو. حنا دابا علاش في فرونسي؟ لان كنشوفوا بانه طارق السكيتيوي جمع الدراري غير من الواتساب، عيط عليهم في الواتساب ودى بهم كاس العرب، جمع الدراري اون سيمين قبل من لاشان ودى بهم كاس ديال لاشان، وما ما دارش هذيك التربصات اللي كدير نتايا اللي صافي اون اني دمي من لا كوب دافريك الاخراني والماتشات 18 الماتش حنا ربحنا وهادي وبزاف ديال الهضره. النقطه اللي خصني نثيرها هنايا هي انه اللعابه اللي كتلعب في شي ايكيب، ماشي غير ليكيب ناسيونال، اي ايكيب كيروفليتيو هذاك الشخصيه ديال المدرب. الا لاحظنا اجي نقارنوا ما بين وهبي وما بين سكيتيوي وما بين نبيل بها وما بين وليد الركراكي. نبيل بها ووليد الركراكي نفس الشخصيه ونفس الكاركتير، نفس كيفاش كيهضروا مع الصحافه، كيفاش كيهضروا مع بزاف ديال لي زانترفونسيون ديالهم لا في لا بريس لا في سميتو، كنلقاو بانه الشخصيه ديالهم هزوزه بارابور الوهبي، بارابور طارق السكيتيوي. كيفاش كيهضروا بالتواضع والطمأنين وكيحاولوا انه يبردوا داك التوتر، يهبطوه بزاف باش يخليو الدراري اكسبريميو داكشي في الماتش. هذا هو العيب ديال وليد الركراكي، الشخصيه ديالو مهزوزه وهي اللي كتخليه انه يدير لا ديفونس ويلعب خايف في التيران. كنلاحظوا بانه العناوي بلوس امرابط وحنا لاعبين في ادوميسيل ولاعبين مع دي زيكيب اللي ناقصين وضعاف، كنلقاو بانه راه هذاك الشيء كله راجع للشخصيه ديال وليد الركراكي. السيد ما ثابتش، ما عندوش ثقه في راسو، ما كيحاولش انه يكالمي الصحافه ويكالمي باش يوقفوا معاه باش يمشيو معاه. وحتى الدراري لاحظنا بانه مع سكيتيوي كيفاش كيعنقوا، كيفاش كيبوسوا ليه راسو، كيفاش السيد كيدافع عليهم في الكونفيرونس دو بريس. وهبي كي لا ميم شوز، شوف كيفاش كيهضر وهبي، يعني السيد كالم، واخا خاسر واخا متعادل واخا ما دار والو في لاكوب دافريك وصل للفينال وما داهاش، لاحظنا بانه دار تغييرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما كان اللين في شيء الا زانه وما غاب عنه الا شانه. دونك السي وليد الركراكي حاول يكون عندك اللين ديالك لا في التعامل ديالك مع اللعابه ولا في لي كونفيرونس. هذاك الشيء اللي كتقول في الكونفيرونس راه كيرجع لك مع الدراري. كنلاحظوهم من البريمي ماتش هما الدراري متوترين ومعصبين وباغيين يربحوا وباغيين يماركيو في الديبي، باغيين بزاف ديال الحوايج. داكشي كيأثر عليهم في النفسيه ديالهم، كيأثر عليهم حتى في الماتش لاحظناه. وهذا ناتج على الشخصيه ديال وليد الركراكي. المنتخب الوطني الاول خاصو مدرب يكون ثابت ويكون متواضع وكيهضر كالمومون وكيوصل الميساج بواحد الطريقه ديريكت ما كاينش فيها الدخول والخروج في الهضره. ونتمناو ليه خير في الماتشات الجايه، ولكن كنظن الله اعلم عندي احساس بانه المنتخب بهذه الطريقه هذه عام ونص حنا كندويو بهذه الطريقه هذه ما يقدرش يدي لا كوب دافريكا العام، رغم انه راه منظم في بلادنا وهاد التظاهرات اللي دايرينها خاسرين على الفلوس صحيحه وكل شيء. نتمناو حظ سعيد، وانا غير متفائل، غير صراحه غير متفائل بهذا الماتش هذا. السلام عليكم والى فيديو اخر بحول الله.